إذا كانت البرازيل تتنفس كرة القدم فالعراق عاشقا لكرة القدم. ألف ألف مبروك للشعب العراقي والمنتخب العراقي وأسود الرافدين، فوز بكل جدارة واستحقاق 3 نقاط مهمة ومعنوية وإيجابية، وما زال المنتخب العراقي بصدارة المجموعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لسنة 2026 والتصفيات المؤهلة لبطولة آسيا لسنة 2027. شوف، رغم ضياع العديد من الفرص من قبل لاعبي المنتخب العراقي، ولربما هنالك أهداف صحيحة لم تحتسب للمنتخب العراقي من قبل حكم المباراة، الهدف الأول بداعي التسلل، ولربما المنتخب العراقي كان يستحق ركلة جزاء، ولكن هذه الهفوات والأخطاء التحكيمية واردة بأفضل وأحسن الدوريات. ورغم الانتقادات العديدة للمنتخب العراقي، ورغم الانتقادات العديدة لكاساس، ورغم الانتقادات العديدة للاتحاد العراقي لكرة القدم، ورغم الانتقادات العديدة لرئيس الاتحاد العراقي الأستاذ عدنان درد، لكن رغم كل هذه الانتقادات العديدة استطاع العراق اليوم أن يحقق فوز